السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم ان شاء الله واحد لا فيديو جديد غادي نديرو التطبيق ديال هذا الموديل هذا اللي وريتكم، ولكن من الجهه ديال الامام ما غادي يكونوا فيه لا صديفات لا والو، غادي يكون مسدود هكا كتجي يعني البياسه راقيه اكثر وتتجي زوينه. نبداو على بركه الله بتطبيق الموديل. كيف ما شفتوا الجهه اللي واقفه فيها انا كيكون الثوب مطوي على جوج والجهه مسدوده، يعني الثوب مطوي على جوج ومسدود. كنبداو بدورة الصدر كيف ما العادة دائما لاباز ديال الفصالة ديالي كنحطو ومن بعد كنعدل عليه الموديل اللي انا بغيت. هنايا كيف ما شفتوا الموديل من الكتف حتى ما بين الكتف والصدر كاينه تقطيعه حيت باش غنديروا ديك الكشكاشه دوك البليات باش غادي نصوبوهم. هنايا درنا دورة الصدر من الكتف الى الحزام، قسمناها على جوج في الثوب، وهاد البلاص هاد البارتي هادي حتى هي كنقسموها فوق الثوب على جوج. وهنايا غادي نحطوا النقطه ديال ما بين الكتف والصدر، يعني هنايا فين غادي تكون التقطيعه ديالي على حسب الموديل اللي وريتكم. وهنايا غادي ننزل وكذلك الدوره ديال الصدر حيت غادي نحتاجها، واخا غادي نقطع ما بين الكتف والصدر غنحتاج ديك النقطه. هنايا هبطت ب10 ديال السنتيم ديال العنق ودخلت هنايا ب8. هبطت في الكتف ب4 سنتيم، كنطيحوا الكتف باش ما كيجيناش عالي. قاعده هادي. غادي ناخذوا البيستولي وغادي نقادو التقريره ديال العنق على هاد الشكل هذا. غنطراسي الكتف ديالي اللي ديجا عبرتو، راني ندير 14 سنتيم، مثلا كيكون 12 سنتيم كنزيدو 2 سنتيمات ديال الخياطه. اللي بغى يعرف الطريقه كيفاش كندير ناخذ المقاسات وعلاش وشحال كنزيد ديال الخياطه وعلاش كنقسم، حيت انا كنفصل الثوب كنحطو على جوج، يرجع للفيديوهات ديالي اول فيديو في القناه وثاني فيديو في القناه باش تفهموا الطريقه ديال الفصاله ديالي. كيف ما شفتوا هنايا طراسيت بالبيستولي التركيز، وانا في هذا الموديل عندي الغرض بهذا البارتي هذه اللي هي ما بين الكتف والصدر، يعني هنايا غيدوز المقص، هنايا غادي نقطع بالمقص، غادي نطراسيها فوق الثوب على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ المقص وغادي نقطع. نقطعوا العنق، الكتف، التركيز. قبل ما نقطع التركيز غادي نعبرو باش عليه غادي نفصل لكم بطبيعه الحال، هادشي راكم عارفينه، غير كنعاود نذكركم وصافي. كنقطع التركيز حد لهنا وكنقطع ما بين الكتف والصدر على هذا الشكل هذا. هذه هي الضوفه ديالي اللي حصلت عليها كيف ما شفتوا، هي هذه. تبعوا معايا هذه المرحله جد مهمه باش غادي نوريكم هذا الموديل هذا يعني فين كاين الاختلاف. هنايا هذه البارتي اللي دايره لكم عليها هكا دائره، هذه هي اللي فصلناها، البارتي الفوقانيه. دابا غنفصلوا البارتي التحتانيه. كيف ما شفتوا فاش فصلتها، ها هي حيدتها، غادي نجرها حتى لديك التركيز، الكمالات ديال التركيز، حيت قبيله قطعت غير نص، ودابا غادي نكملوها. هو فين شفتوه مطراسي هنايا اللي وريتكم كندخلوا ب10 سنتيم حتى ل15 ديال البليات اللي غادي نديرو في البياسه التحتانيه. المهم باش نوضح لكم اكثر غادي نحيد هاد الطرف الثوب هذا اللي بقى شايط ليا من التحت باش تفهموا اكثر الموديل. غادي نحيدو، ها نتوما غادي تشوفوا معايا. غادي نحيد هاد الطرف هذا اللي بقى شايط لي لتحت باش تفهموا الموديل اكثر. هذاك الطرف اللي قطعته فصلته، ها هو شفتوني فين حطيته، فقط كندخل ب10 حتى ل15 سنتيم وكنحط ديك الطرف الثوب باش يجيني الكماله ديال هاد التركيز هذا.
وصافي. وكنقطع كنهبط البياسه ما كتجيش فيها الايفازي. اللي بغى يدير الايفازي يدير، ولكن هذا الموديل هذا مع البليات كيجي يعني هابط دغوا. وهنايا المهم كيف كما ما شفتوا ما كتشوفوا وليت بارطاجيتش عاودت معكم معكم الفصاله الطريقه ديال ديال الفصاله، الكمام والفصاله ديال ديك الظهر عاديه البارتي كيف ما ديال مولفه ما كنصيفط بين معكم الكتف والصدر دائما. هاد النوع باش من تزيدوا الفيديوهات الكمام تفهموا والظهر مزيان. راكم تبارك صافي الله هذا هو عليكم اللي كاين عارفين. في الدرس ديال هنايا اليوم. هذا هو الموديل وبالنسبه للظهر ديال الفصاله الطرف عاديه اللي التحتاني، ديما كنبارطاجيها معكم في القناه. هو وبالنسبه هذا للرموش اللي حتى هما فصلته، الطريقه ديال اللي قلت الفصاله لكم ديالهم دخلت ب10 ديال عاديه، السنتيمات فقط بقات غادي ديك تكون الطرف واحد الكشكاشه الفوقاني. يعني من الكمام، هنايا غادي ندير له ولكن بالنسبه البليات. للعبارات هما البليات عبرت عندي ديجا في ديك الطرف الصغيور الفوق عندي 30 ديال السنتيم ديال التركيز. غادي نجي وغندير البليات بهذا الشكل هذا. وانا كنعبر مثلا خليت 15 سنتيم ديال البليات، كنعبرها وكنخرجها بليات شحال واش نص سنتيم ندير ولا سنتيم. وها انا غادا بهذه الطريقه هذه كنصوب البليات ديال الصدر. وبقاو معنا فيديو حتى الاخر باش تعرفوني كيفاش درت الموديل. سهل 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 بزاف. يقدر الطريقه ديال الشرح مني ليكم ما تفهمونيش مزيان، ولكن غادي تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش غادي تفهموا.